هادشي اللي كنقول ديما. وطالما حكرنا على هاد المسألة، الشجرة كتربطها إلا كانت صغيرة، أما إلا كبرات كتبدا تهرس لها في العواد وغتكون مضطر باش تقوم. لكن لا حياة لمن تنادي، بحال كتخوي الماء في الرملة. الموجون قلت الحياة عاد كتروا، التفاهة والإسفاف ولا عندهم جمهور كبير. وراك لاحظتي مؤخرا كيفاش رجع الإسفاف موضة، الشيخات والمواسم المختلطة، الشطيح والرديح، العادات السيئة بحال التعارج وزمزم رجعوا بقوة. وبالطبع هادشي مخدوم، أعداء الله خدموا على هادشي مزيان وعرفوا كيفاش يرسخوه في المجتمع ورجعوه من الضروريات. بل هناك من يعتقد أنه من الدين. كسكسو ما عندوش علاقة بصلاة الجمعة، تعارج وزمزم ما عندهمش علاقة بعاشور، زيارة المقابر ما عندهاش علاقة بليلة 27. العيالات يمشيو عند الكوافورة يصيبوا شعرهم، يتزوقوا، يتنمقوا، يتعطروا ويقادوا الحالة ويخرجوا متبرجات، ما عندوش علاقة بالعيد. شفتوا الأمور كي قلبوها، وهما ما ضربوش الدين وإنما لعبوا في البارامتر ديالو وقلبوا كل شيء. ونرجع لمسألة الشجرة، خاصك تربطها وهي صغيرة، حيث السؤال المطروح شكون غيقومها، شكون غيقاد؟ واش الأم اللي نهار كامل وهي ضيعة في القيصريات، مضاربة غير مع اللوان جداد والتواب جداد، ومضاربة مع تكبير الأرداف وهذا البرودوي كيغلظ وهذا كيرقق؟ أو يقومها الأب اللي وقته كامل مشى مع خطة المدرب والراجة دخلت والوداد خرجت؟ ولا كان الأب هو اللي غيقومها، شكون غيبقى في القهوة حتى 12 الليل؟ اوه ماي جاد. وبالتالي ولا عندنا خلل في الشجرة ومول الشجرة. العمر كيجري والوليدات كيكبروا، ونهار المعقول تبدا تقول يا ليتني درت ودرت. ونمشي معك أيها الأب بطريقة سهلة، كتسبع بالآية اللي كتقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طبقتي هذا الأمر اللي هو مباشر ليك، ما محتاج حتى واحد يشرحه ليك. واش حببتي أهلك ووليداتك في الصلاة وأمرتيهم بها؟ دويتي مع بنتك على الحجاب والسترة؟ ولا انت من النوع ديال حتى تكبر ما بغيتش نفرضوا عليها؟ واسمع مولاي، الشرع ما قالش لك فرض بالقوة والغصب، قال لك واصطبر، يعني تخدم وتصبر وتحتسب الله. وأكيد أن الله غيوفقك، أو على الأقل غتكون عندك حجة أمام الله أنك درتي اللي عليك. الكونجي في الجديدة والوالدية وشت بحيرة ما كتنساهمش، الشعر الراسية فاعلة تاركة كتلقاك حاضر ناظر. أما أمر الله لاحتيه مع الأشغال. ايوا فيق شفيق واعتقل اللي باقي، راه كل شي دايز، العمر، الفلوس، الصحة، الزين، الفيلات، كل شي غيبقى غير المعقول ما قدمت من عمل. خدم مع راسك وضحك ونشط وتبحر، هذا هو الدين. ولكن شد العصا من الوسط، ماشي على حساب صلاتك والمروءة ديالك. كيبان لي الأمور واضحة ما محتاجش شرح كتر، والفهم يفهم. والسلام عليكم.